ازيكم يا شباب تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هنكمل منهجنا. كنا واقفين في الدرس الاول عند مصر خلال الدوله العثمانيه، وعرفنا ان مصر خلال الدوله العثمانيه دورت فيها الحياه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والحياه الفكريه والثقافيه. ده كان الدرس الاول. الدرس الثاني بيتكلم عن الحمله الفرنسيه من سنه 1798 لحد 1801، يعني استمرت كام سنه؟ 3 سنوات. النهارده هنعرف اصلا يعني ايه حمله فرنسيه، وامتى ظهرت الحمله الفرنسيه، وهنعرف اهداف الحمله، يعني الحمله دي اصلا جت تعمل ايه على مصر، وهنعرف احداث الحمله، يعني الحمله الفرنسيه عملت ايه في مصر، وايه اللي حصل في مصر ايام الحمله الايه الفرنسيه. نبدا باول حاجه في الدرس، بيقول لك ايه؟ فاكر لما انت خدت ان مصر خلال الدوله العثمانيه كان فيها حاله ضعف؟ تقول لي اه. اقول لك ان حاله الضعف دي في الناحيه الثانيه كان في صراع استعماري بين انجلترا ودولة تانية اسمها فرنسا. بيقول لك واكبت حالة الضعف اللي كانت موجودة في مصر صراع استعماري، يعني احنا كان عندنا ضعف في مصر. على الناحية التانية بقى في اوروبا كان في صراع استعماري بين انجلترا ومين؟ وفرنسا. يعني ايه صراع استعماري؟ انا اقول لك يعني ايه صراع استعماري. كان في قوتين على الساحة زمان خالص، قوة منهم اسمها انجلترا والتانية اسمها فرنسا، دولتين بيحاربوا في بعض، او مش بيحاربوا في بعض، بينهم صراع. طيب انجلترا مثلا تروح تعمل مستعمرة في الهند، فرنسا تيجي تقول لك لا، ايه ده؟ يعني انجلترا راحت تعمل مستعمره، انا كمان عايز اعمل مستعمره، اشمعنى هي يعني؟ دلوقتي الكلام ده سميناه ايه؟ صراع استعماري او تنافس ايه؟ استعماري. طب التنافس ده كان امتى؟ قال لك من اول اواخر القرن ال16 واستمر معانا في القرن ال17 وكمان القرن ال18. تمام. من اشكال الصراع ده بقى الحمله الفرنسيه على مصر. لسه قال لك من شويه ان انجلترا كانت ليها مستعمره فين؟ في الهند. تمام. ففرنسا شايفه الوضع، قالت لك لا، اشمعنى انجلترا لها مستعمره في الهند، انا كمان عايزه يبقى ليا مستعمره فين؟ في الشرق. طب هتختار مين بقى يا فرنسا؟ قالت لك انا هختار دوله اسمها مصر، دوله موقعها متميز، فيها عده ثروات، فانا عايزه اعمل مستعمره فين؟ في مصر. طيب حلو خالص. طيب مين بقى اللي قال لفرنسا ان الاوضاع اصلا سيئه في مصر؟ يعني مثلا انت تيجي تقول لمستر هي ليه فرنسا اصلا جت مصر؟ اقول لك علشان الاوضاع كانت سيئه. هل لو مصر كانت دوله قويه كانت فرنسا تتجرأ اصلا تعمل حمله على مصر؟ تيجي تقول لي لا. طيب مين بقى اللي بلغ فرنسا؟ زمان ما كانش فيه تليفونات، ما كانش فيه نت، ما كناش بنسمع اخبار، يعني مثلا ما كناش بنفتح فيسبوك ونلاقي على فيسبوك ان مصر الاوضاع فيها سيئه، لا، الكلام ده ما كانش موجود ساعتها، ايام يعني التنافس الاستعماري. اقول لك فعلا عندك حق. طب يا مستر مين اصلا اللي وصل لفرنسا ان الاوضاع سيئه في مصر؟ قال لك كان في يا سيدي في مصر حاجه اسمها القنصليه الفرنسيه. يعني ايه القنصليه؟ زي السفاره. انت مثلا عندك في امريكا سفاره مصريه، سفاره مغربيه، سفاره تونسيه، سفاره انجليزيه، وهكذا. ليه؟ عشان انت مثلا لو عايش في امريكا وحصل لك مشكله تروح للسفاره بتاعتك تقول لهم انا حصل معايا 1 2 3. بالعكس برضه في مصر في سفاره فرنسيه، مثلا لو في مواطن فرنسي حصل له مشكله يروح للسفاره الفرنسيه يقول لهم انا حصل له 1 2 3. الكلام ده بقى زمان كان اسمها ايه؟ كان اسمها القنصليات. كان في قنصليه فرنسيه في مصر، تمام؟ القنصل الفرنسي اللي هو كان رئيس القنصليه الفرنسيه قال لحكومه فرنسا ان الاوضاع في مصر سيئه، ايه رايكم تبعتوا حمله في ظل الاوضاع السيئه دي؟ مصر اصلا مش حمل ان هي تحارب، لو بعتنا حمله هنقدر نحتل مصر بايه؟ بسهوله. فالقنصل الفرنسي بعت لحكومه فرنسا ان الاوضاع سيئه في مصر، وفعلا الحكومه الفرنسيه او فرنسا يعني بعتت حمله عسكريه على مصر بقياده واحد اسمه ايه بقى؟ نابليون بونابرت. والكلام ده كان سنه 1798. طيب احنا اول حاجه هناخدها في الحمله الفرنسيه على مصر ان هي طبعا كانت سنه 1798. اول حاجه هناخدها هي اسباب الحمله، ليه اصلا فرنسا عملت حمله فرنسيه على مصر. رقم 2 هناخد اعداد الحمله، يعني اصلا ازاي فرنسا عدت حمله وجت بيها لمصر. رقم 3 هناخد خط سير الحمله، هناخد ازاي اصلا الحمله دي كانت فين واتحركت راحت لفين، بعد كده ازاي اتجهت لمصر، ازاي اصلا وصلت الى مصر. واخر حاجه دي اللي هتفضل معانا باقي الدرس هي احداث ايه؟ الحمله.
تمام. بص يا سيدي، فأسباب الحملة بيقول لك هما سببين، ادي 1 2. ايه هو السبب الاول؟ قال لك بص كده ركز معايا، فرنسا كانت دولة موجودة هنا، تمام، ومصر هنا عند البحر الايه؟ المتوسط، وجنبك هنا بقى ايه؟ الهند تحت هنا، تمام. بيقول لك ان فرنسا كانت عايزه تقطع الطريق بين انجلترا وبين مستعمراتها اللي فين؟ بالهند، عن طريق الاستيلاء على ايه؟ على مصر. انا دلوقتي لو موجود هنا في مصر، انجلترا عشان توصل للهند لازم تعدي بايه؟ بمصر عشان تبدا تروح للهند. لا، انا لو موجود في مصر هقطع الطريق بين انجلترا وبين مستعمراتها اللي فين؟ في الهند. يبقى اول سبب او اول اسباب الحمله هو قطع الطريق بين مين؟ بين انجلترا ومستعمراتها اللي فين؟ ومستعمراتها اللي في الهند. ده اول سبب. رقم 2 بيقول لك ان فرنسا كان عندها مستعمرات كتير جدا فقدتها، هي كانت عايزه تعوض المستعمرات دي ان هي تعمل مستعمره في الشرق تكون مقرها مين؟ تكون مقرها مصر. يبقى تعويض فرنسا عن مستعمراتها اللي فقدتها باقامه مستعمره جديده تكون مقرها ايه؟ مصر. هي دي اسباب الحمله. يبقى اسباب الحمله فرنسا عايزه تقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها اللي في الهند، ده اول سبب. ثاني سبب فرنسا خسرت مستعمرات كتير، فقدت مستعمرات كتير، هي عايزه تعوض المستعمرات دي ان هي تعمل مستعمره جديده فين؟ في مصر. دي كده اسباب الحمله. هنخش بعد كده على اعداد الحمله. طبعا الحمله دي كانت برئاسه نابليون بونابرت. احنا بقى عايزين نعرف ازاي نابليون بونابرت عدى الحمله. نابليون بونابرت عدى الحمله بثلاث طرق. كم طريقه؟ 3 طرق بس. اول طريقه ان هو اعد جنود. طبيعي انا رايح بحمله عسكريه لازم يكون معايا جنود، لازم يكون معايا اسلحه، لازم يكون معايا ضباط وعساكر ومش عارف ايه وبتاع، عشان انا رايح اغزو منطقه لازم يكون معايا جيش اصلا اغزو بيه. ده رقم 1. رقم 2 بيقول لك ان نابليون بونابرت اصطحب العلماء في مختلف العلوم والفنون. واحد يجي يقول لي يا مستر يعني هي دي مش حمله اصلا عسكريه؟ اقول لك تقول لي طب طالما هو ليه اصلا جاب معاه علماء؟ هل العلماء هيحاربوا؟ اقول لك لا. نابليون بونابرت كان ذكي شويه، قال لك ان مصر فيها ثروات كتيره، بس الدوله العثمانيه مش عارفه تستغل الثروات اللي موجوده في مصر. انا هاخد معايا علماء يدرسوا مصر ويعرفوا ازاي يستغلوا مواردها. يبقى هو احضر معايا علماء في مختلف العلوم والفنون. طب ليه؟ لدراسه احوال مصر، ده رقم 1، ومعرفه استغلال مواردها. عايز اعرف ازاي استغل ايه؟ الموارد الضخمه اللي موجوده في مصر. رقم 3 نابليون بونابرت احضر معاه مطبعتين. كم مطبعه؟ مطبعتين، واحده فرنسيه وواحده عربيه. ليه؟ قال لك عشان يطبع المنشورات. انا دلوقتي معايا جنود لازم اطبع لهم منشورات باللغه الفرنسيه. طب انا هطبع المنشورات للمصريين ازاي؟ لازم اجيب مطبعه عربيه. يبقى احضر مطبعتين، واحده فرنسيه واحده عربيه، عشان يطبع المنشورات للاهالي. وبكده نكون خلصنا ازاي نابليون بونابرت عد الحمله. فاضل خط سير الحمله. بعد كده هناخد خط سير الحمله. بص بقى يا سيدي، انا عايزك تركز كده عشان تفهم الحته دي كويس. هنعرف الحمله اتحركت لفين، بعد كده اتجهت لايه عشان توصل لمصر. طبعا انت عندك فرنسا موجوده هنا نفترض يعني، تمام، ومصر موجوده في المنطقه دي كده. طب احنا عايزين نعرف ازاي فرنسا وصلت لمصر. بيقول لك ان الحمله ابحرت من ميناء اسمه ميناء طولون، لكن الحمله ما ابحرتش علنا، الحمله ابحرت سرا. ليه سرا؟ قال لك عشان نابليون بونابرت ما كانش عايز يعرف انجلترا انه رايح لمصر. طب ليه؟ عشان انجلترا لو عرفت ان نابليون بونابرت رايح مصر هتفهم ان نابليون بونابرت عايز يقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها اللي فين؟ جدع، مستعمراتها اللي في الهند، فهتمنع نابليون بونابرت انه يوصل لفين؟ لمصر. عشان كده فرنسا تحركت سرا مش علنا من ميناء طولون. بعد كده نابليون بونابرت اصدر اوامره بالاتجاه الى مصر. وفعلا الحمله الفرنسيه وصلت عند ساحل البحر المتوسط اللي هي مدينه مدينه الاسكندريه. دلوقتي هنعرف مين بقى اللي واجه الحمله الفرنسيه. انا دلوقتي في حمله جاي من فرنسا تحتل مصر، اكيد انا هواجهها. انا مش هقول لهم اتفضلوا يا جماعه احتلونا، لا، لازم أن يكون في مقاومه. هنعرف دلوقتي يعني ايه اصلا مقاومه، وهنعرف ايه اللي حصل في المقاومه دي ومين اصلا اللي قاوم الحمله الفرنسيه. نكمل مع بعض خط سير الحمله. يقول لك اول منطقه الحمله حطت رجلها عليها هي مدينه الاسكندريه. الحمله الفرنسيه دخلت مدينه الاسكندريه. طيب دلوقتي واحد يجي يقول لي يا مستر انا عايز اعرف مين هيقاوم الحمله. قبل ما اقول لك مين هيقاوم الحمله عايز اقول لك مين اصلا الناس اللي موجوده في مصر. اول ناس موجوده في مصر المماليك.
دول ممكن يقاوموا الحمله. ليه؟ عشان المماليك اصلا كانوا موجودين قبل العثمانيين وهم عايزين يدافعوا عن مكتسباتهم السياسيه. يعني ايه مكتسباتهم السياسيه؟ انا دلوقتي كنت موجود في مصر قبل الدوله العثمانيه، انا عملت طريق انا اللي عامله، الحاجه دي مكتسبه ليا، انا عايز ادافع عن المكتسب ده. انا عملت مدرسه، انا عايز ادافع عن المكتسب ده، وهكذا. كده المماليك ممكن هم اللي يقاوموا الحمله. رقم 2 العثمانيين، دول برضو موجودين في مصر، كده كده اصلا مصر ولايه عثمانيه، فالمفروض العثمانيين هم اللي يقاوموا الحمله. رقم 3 المصريين نفسه. احنا بقى هنعرف مين اللي قاوم الحمله في الثلاثه دول، هل المماليك ولا العثمانيين ام المصريين ولا الثلاثه مع بعض. طيب اول حاجه قلت لك ان الحمله دخلت مدينه ايه؟ جدع، مدينه الاسكندريه. بقول لك لما الحمله دخلت مدينه الاسكندريه قاومها اهالي الاسكندريه، يعني المصريين. يبقى اول ناس قاوموا الحمله هم اهالي مين؟ الاسكندريه، اللي هم مين؟ المصريين. واحد يجي يقول لي يا مستر ليه مش المماليك هم اللي قاوموا الحمله؟ اقول لك عشان المماليك كانوا موجودين في القاهره، كانوا عمالين يحاربوا بعض، كان في بينهم صراع. سمعوا ان الحمله لسه، او سمعوا ان الحمله اصلا وصلت ايه؟ اسكندريه، فهم اكيد مش معاهم طيارات هيتحركوا من القاهره للاسكندريه في دقيقه. قال لك لا، هم جهزوا شويه جنود كده وبقوا يتحركوا من القاهره لاسكندريه. ده الكلام ده بعد اصلا ما الحمله وصلت ايه؟ مدينه اسكندريه. طيب الحمله توصل كده محدش هيواجهها؟ قال لك لا، قاومها اهالي مين؟ الاسكندريه بزعامه السيد محمد كريم. واحد اسمه محمد كريم ده كان قائد او زعيم مدينه الاسكندريه، هو اللي قاد المقاومه ضد الحمله الاسكندريه. واحد يجي يقول لي اصلا يا مستر انا مش فاهم اصلا يعني ايه مقاومه. بص يا سيدي، انا دلوقتي في احتلال جاي مصر، ومصر دي ليها شعب، تمام؟ هل الشعب ده هيقبل الاحتلال؟ تقولي لا، الشعب هيرفض الاحتلال وهيحاول انه يطلع الاحتلال بره مصر. دي المقاومه بقى، هي رفض الشعوب للاحتلال ورفضه او طرده خارج البلاد. انا عايز اطلعك بره البلد، مش عايزك اصلا تخش. ده رقم واحد. طيب عرفنا يعني ايه مقاومه، عرفنا مين اللي قاوم الحمله. اول حد قاوم الحمله اهل اسكندريه. اول رجل وطئت لمصر من الحمله، او اول رجل وطئت ليها الحمله هي مدينه الاسكندريه. طيب دلوقتي اهالي اسكندريه قاوموا الحمله. طب هل نجحوا ولا فشلوا؟ قال لك ان اهالي اسكندريه فشلوا في مقاومه الحمله، واستطاعت الحمله اخماد مقاومه اهالي مين؟ الاسكندريه، وان هم امسكوا السيد محمد كريم او قبضوا على السيد محمد كريم واعدموه رميا بالرصاص. مسكوا محمد كريم وحطوه في وسط ميدان واعدموه رميا بايه؟ بالرصاص. يبقى احنا كده خدنا ان الحمله الفرنسيه اول حته وصلت لها هي اسكندريه، ده رقم واحد. رقم اثنين اللي قاومها اهالي اسكندريه مش المماليك، عشان لو قال لك المماليك او العثمانيين تقول له غلط، لا ده اهالي اسكندريه، ده رقم اثنين. رقم ثلاثه اللي قاد اهالي اسكندريه محمد كريم، وفشلوا اهالي اسكندريه في المقاومه، واستطاعت الحمله اخماد المقاومه والقبض على السيد محمد كريم واعدامه رميا بايه؟ بالرصاص. دي كده مقاومه اهالي اسكندريه. هنعرف بعد كده الحمله الفرنسيه اتجهت الى فين. بص بقى يا سيدي، احنا عرفنا ان الحمله الفرنسيه اتجهت الى الاسكندريه، وعرفنا ان هي اخمدت المقاومه اللي كانت موجوده في اسكندريه، اللي كانت بزعامه السيد محمد كريم اللي هو زعيم او قائد مدينه الايه؟ الاسكندريه. دلوقتي انا سيطرت على اسكندريه اهو، انا المفروض اتجه لفين؟ جدع، اتجه الى القاهره. ليه؟ القاهره هي العاصمه، لو انا سيطرت على القاهره انا كده سيطرت على مصر. القاهره فيها الوزارات، فيها الهيئات، فيها الجيش، فيها الضباط، فيها القلاع، فيها الحصون، فيها المدارس، فيها. انا لو سيطرت على العاصمه اكني سيطرت على ايه؟ على البلد. عشان كده بعد ما الحمله الفرنسيه سيطرت على الاسكندريه اتجهت الى القاهره. وهنا قابلت مين؟ قابلت الله ينور عليك المماليك. الحمد لله على السلامه. انت لسه واصل؟ ما خلاص يعني، ما الراجل مات، اتقتل، اتعدم، انت لسه واصل؟ قال لك اه يا عم انا كنت ايه في الطريق شويه، كنت بتلكع ومش عارف ايه، فالمماليك وصلوا متاخر من الاخر يعني. طيب لما المماليك قابلوا الحمله الفرنسيه دارت بينهما معركتين. كم معركه؟ معركتين. ايه هما بقى؟ قال لك معركه شبرا الخيت، ودي على فكره فيه او بالقرب من البحيره، قريبه مننا يعني، انا على فكره من البحيره، ومعركه امبابه. طيب احنا بقى هناخد معركه شبرا الخيت وهنعرف ايه اللي حصل فيها، وهناخد معركه امبابه وهنعرف ايه اللي حصل فيها. طيب يا مستر انا عايز اعرف ايه اللي حصل في معركه شبرا الخيت ومعركه امبابه. بص بقى يا سيدي، عشان اشرح لك اللي حصل الاول لازم انا اعرفك اماكن كل مدينه فين. بص، مدينه شبرا الخيت مثلا كانت موجوده هنا،
ومدينة إمبابة كانت موجودة هنا، ومدينة القاهرة كانت موجودة هنا. يبقى احنا عندنا هنا القاهرة، وهنا إمبابة، وهنا شبرا الخيط. طيب تمام. بيقول لك إن معركة شبرا الخيط كانت في يوليو 1798، وإمبابة كانت في يوليو برضو 1798. يبقى أنا كده عندي كام معركة؟ 2، واحدة اسمها شبرا الخيط، واحدة اسمها إمبابة. يلا تاريخهم يوليو ويوليو، الاتنين 1798. طيب تمام. أول حاجة بيقول لك إن شبرا الخيط دي هي بالقرب من محافظة اسمها محافظة البحيرة. أول حاجة، أول معلومة المفروض أعرفها. طيب تمام. عايز أعرف بقى إيه الأحداث اللي حصلت في معركة شبرا الخيط. أول حاجة إن القوات بتاعة المماليك اتهزمت. يبقى أول حاجة هزيمة قوات المماليك. طبعا الأطراف مش محتاج أقول لك، هنا المماليك وهنا مين؟ قوات الحملة الفرنسية. طيب النتائج تقول لي هزيمة قوات المماليك. قوات المماليك اتهزموا في معركة شبرا الخيط. لما اتهزموا في معركة شبرا الخيط بيقول لك إن هم هربوا أو فروا جنوبا وربطوا عند إمبابة للدفاع عن مدينة القاهرة. هم هربوا شوية ناحية الجنوب وربطوا عند مدينة اسمها إمبابة عشان يدافعوا عن مدينة القاهرة. بعد ما خسروا في شبرا الخيط رجعوا لورا شوية عشان يعدوا قواتهم من جديد ويبدأوا يدافعوا عن مدينة القاهرة. طيب ايه اللي حصل بقى؟ هل المماليك اخيرا قدروا ان هم يهزموا الحمله الفرنسيه؟ قال لك لا، برضه في معركه امبابه هزمت المماليك من الحمله الفرنسيه. ولما اتهزموا بيقول لك ان مراد بك فر هاربا الى الصعيد. واحد كان اسمه مراد بك من المماليك فر هاربا الى الصعيد، وواحد اسمه ابراهيم بك فر هاربا الى الشام. مش ابراهيم بك بس، قال لك ابراهيم بك والوالي العثماني اللي كان بيحكم مصر. واحد يقول لي يا نهار اسود، يعني اللي كان بيحكم مصر اصلا هرب؟ اقول لك هنا بقى حدث حاجه اسمها فراغ سياسي. يعني فراغ سياسي، اللي كان بيحكم البلد ساب الكرسي وهرب. الكرسي كده بقى فاضي، اللي هو كرسي الحكم يعني. يبقى حدث فراغ سياسي لاول مره بعد معركه امبابه، بعد هروب الوالي العثماني وابراهيم بك الى الشام، ومراد بك طبعا هرب الى الصعيد. دي كده نتائج معركه امبابه. دلوقتي كده القوات كلها هربت، يبقى نابليون بونابرت استطاع دخول مدينه القاهره دون اي مقاومه. طيب بيقول لك انه دخل مدينه القاهره بعد ان امن العلماء ومشايخ الازهر على اموالهم وارواحهم. بعد كده بعد ما دخل مدينة القاهرة أمر جنوده إن هم يبدأوا يروحوا يحتلوا أو يغزوا بقية الأجزاء اللي موجودة فين؟ في مصر. يغزوا بقى وادي الجديد ومطروح، ويغزوا الصعيد، ويغزوا محافظة البحر الأحمر وسيناء. يغزوا بقى الأجزاء. قلت لك أول ما يحتل العاصمة كده خلاص كأنه احتل البلد كلها. طيب يا مستر، انا عايز اعرف ليه المماليك خسروا من قوات الحمله الفرنسيه بسهوله كده؟ ليه خسروا منهم في معركه شبرا الخيط؟ وليه خسروا منهم في معركه امبابه؟ هل قوات المماليك كانت ضعيفه؟ اقول لك هي مش كانت ضعيفه قوي، بس المماليك كانوا بيعتمدوا على حاجه اسمها الفروسيه. يعني الفروسيه اللي هو القتال بالسيف. لكن الحمله الفرنسيه كان عندها معدات حديثه، يبقى بسبب اعتماد المماليك على الفروسيه، بينما قوات الحمله الفرنسيه امتلكت معدات حديثه واساليب قتال حديثه. معاهم معدات، معاهم مدافع. عارف اللي هو زي مدفع رمضان، كان يوقف المدفع يحط فيه القنبله او الصخره السوداء دي ويبدا يضرب المدفع، يكسر الحصون اللي عاملاها مين؟ المماليك. لكن انت معاك سيف. تخيل واحد فرنسي معاه مسدس وواحد مملوكي معاه سيف، انت عمال تجري على الراجل بالسيف، هو هيقتلك من بعيد، ما الموضوع انتهى اصلا. هل انت بقى تقعد تدافع عن نفسك بالسيف ضد الرصاص؟ ما انت مش سوبرمان، فاهم؟ فالمماليك كانوا معاهم او كانوا بيعتمدوا على الفروسيه اللي هو القتال بالسيف، عشان كده خلصوا اصلا بسهوله قدام الحمله الفرنسيه اللي كانت بتعتمد على كانت بتعتمد على المعدات والمدافع الحديثه واساليب القتال الحديثه. بيقول لك بعد كده الحمله الفرنسيه سمعت خبر، او نابليون بونابرت سمع خبر ان انجلترا سمعت بالحمله الفرنسيه. انا عايز اقول لك حاجه، دي كده السواحل الشماليه بتاعه مصر اللي هو البحر البحر المتوسط، تمام. ودي يعتبر كانت قاره قاره اوروبا. انت عندك هنا بريطانيا خدت الاسطول بتاعها وابحرت الى ميناء اسمه ميناء ابي قير. مين اللي موجود هنا بقى في القاهره؟ تقول لي اللي موجود قوات الحمله الفرنسيه. قال لك ان قوات الحمله الفرنسيه سمعت ان الاسطول الانجليزي وصل الى ابي قير. الاسطول ده كان بقياده واحد اسمه نيلسون، ده كان قائد انجليزي.
طيب تمام. هل الحمله الفرنسيه هتفضل موجوده في القاهره؟ قال لك لا، نابليون خد اسطول الحمله الفرنسيه واتجه الى البحر المتوسط، وحدثت معركه اسمها معركه ابي قير البحريه. معركه ابي قير البحريه بين الاسطول بتاع الحمله الفرنسيه ضد الاسطول الانجليزي بقياده مين بقى؟ بقياده نيلسون. طيب ايه اللي حصل بقى في المعركه دي؟ قال لك من زمان خالص، هنرجع بالزمن شويه، كان في ثوره صناعيه في فرنسا. الصناع مش عاجبهم الوضع، الشعب مش عاجبه الوضع بتاع فرنسا، فعملوا ثوره، عملوا انقلاب عسكري من الاخر، او انقلاب يعني الشعب عمل انقلاب على اللي بيحكم. طب ليه؟ قال لك عشان نظام الحكم كان نظام ملكي، واحنا عايزين نظام جمهوري، عايزين الشعب هو اللي يحكم نفسه بنفسه، عايزين نظام جمهوري، مش عايزين نظام ملكي. الملكي ده بيبقى حكم مطلق فردي، الملك هو اللي بيعمل اللي على مزاجه وطز في الشعب، لا، احنا عايزين الشعب هو اللي يحكم نفسه بنفسه. عشان كده عملوا ثوره واستطاعوا ان هم يقلبوا النظام الملكي لنظام جمهوري، وكان ساعتها واحد بيحكم فرنسا اسمه لويس 16 اعدموه، قتلوه. طب تمام. ساعتها مين اللي كان شايف الوضع؟ انجلترا النظام فيها كان نظام ملكي، فانجلترا مش عايزه اللي حصل في فرنسا يتسرب للشعب الانجليزي، عشان الشعب الانجليزي ما يعملش زي الشعب الفرنسي ويعمل انقلاب وثوره. فانجلترا حرضت دول اوروبا ان هم يروحوا ياخدوا على الثوره الفرنسيه، عشان المبادئ بتاعه الثوره الفرنسيه ما تتسربش لباقي شعوب دول اوروبا. بس الثوره الفرنسيه قدرت ان هي تستغل، او قدرت ان هي تنتصر على كل الشعوب الاوروبيه الا الاسطول الانجليزي. قال لك ليه؟ عشان الاسطول الانجليزي كان اسطول قوي. واللي حصل بعد الثوره الفرنسيه نفس اللي حصل في الحمله الفرنسيه. الاسطول الفرنسي ما قدرش انه ينتصر على اسطول الحمله او الاسطول الانجليزي. ليه؟ عشان الاسطول الانجليزي كان اسطول قوي، والاسطول الانجليزي قدر انه ينتصر على الاسطول الفرنسي. يبقى احنا كده عرفنا ان في معركه ابو قير البحريه اللي بين الاسطول الانجليزي والاسطول الفرنسي، ان الاسطول الانجليزي قدر بقياده طبعا نيلسون، قدر انه يتغلب على الاسطول الفرنسي ويحطمه. دلوقتي بقى هناخد نتائج معركه ابو قير البحريه. بص بقى يا سيدي في النتائج. اول حاجه بقول لك تحطيم واغراق اسطول الحمله الفرنسيه. الاسطول بتاع الحمله الفرنسيه اتحطم وغرق في البحر، ده اول حاجه. رقم 2، انجلترا سيطرت على سواحل البحر او على شواطئ البحر المتوسط، ده رقم 2. رقم 3، دلوقتي مين اللي موجود في مصر؟ تقول لي الحمله الفرنسيه. طيب مش المفروض الحمله الفرنسيه دي فرنسا تبعت لها اكل، تبعت لها شرب، تبعت لها اسلحه؟ تقول لي اقول لك لا، انجلترا منعت ان فرنسا تمد الحمله بالامدادات، يبقى حرمان الحمله من امدادات مين؟ من امدادات فرنسا. لا، حرمنا الحمله الفرنسيه ان فرنسا تبعت لها امدادات، الاسطول الانجليزي. بعد كده يقول لك ان الحمله الفرنسيه كانت كان عندها امل ان هي تسيطر على اسطول البحر المتوسط. القضاء على امال الحمله الفرنسيه بالسيطره على شواطئ البحر المتوسط، عشان مين اللي مسيطر عليها؟ تقول لي انجلترا. فاحنا كده حطمنا امال مين؟ فرنسا في السيطره على الشواطئ. رقم 5 والاخيره، ان التجاره الخارجيه تدهورت. انجلترا واقفه عند الاسطول، واقفه عند شواطئ البحر المتوسط، تقول لك والله ولا سفن داخله ولا سفن طالعه، التجاره وقفت، التجاره الخارجيه بتاعت مصر تدهورت تماما. ده بسبب ان انجلترا كانت مسيطره على سواحل البحر المتوسط. دي هي نتائج معركه ابو قير البحريه. كم حاجه؟ 5 نركز فيهم. اول حاجه، مش الاسطول الفرنسي خسر، تقول لي تحطيم واغراق الاسطول الفرنسي. طب مين كده اللي سيطر؟ الاسطول الانجليزي سيطر على سواحل البحر المتوسط. رقم 3، احنا قضينا او حطمنا امال فرنسا في السيطره على اسطول البحر المتوسط، عشان اللي سيطر عليه الاسطول الانجليزي. بعد كده انا حرمت الحمله من امدادات فرنسا لها. اخر حاجه الاخيره، التجاره الخارجيه بتاعت مصر اتدهورت. يبقى معركه ابو قير البحريه عادت على اثار سلبيه لمصر؟ تقول لي عادت على اثار سلبيه لمصر، ان التجاره اللي حصل لها تدهورت. يبقى كده حاجه تخص مصر. وعادت على اثار سلبيه لفرنسا بس عادت على اثار ايجابيه بمين؟ بانجلترا. كده نكون خلصنا معركة أبي قير البحرية. بص بقى، أنا عايزك تفهم وتركز إن إنجلترا هي اللي موجودة عند البحر المتوسط، فأكيد فرنسا مش هتكون موجودة عند مدينة الإسكندرية اللي هي بتقع على البحر المتوسط، وفرنسا مش هتكون موجودة عند الأجزاء الشمالية لمصر. ليه؟ عشان إنجلترا موجودة هناك، ففرنسا هتركز أكتر في جنوب مصر. بيقول لك ان نابليون بونابرت راح لاهالي الصعيد وحب يحكم اهالي الصعيد،
اهل الصعيد كانوا بيعملوا شويه مقاومات هناك في الجنوب، فنابليون حب يروح يخمد مقاومه اهالي مين؟ الصعيد. احنا بقى هناخد يا سيدي مقاومه اهالي الصعيد. بيقول لك ان نابليون بونابرت شايف ان اهالي الصعيد عاملين نوش، عاملين قلق، قال لك يا عم انا عايز اروح اخمد مقاومه اهالي مين؟ الصعيد. بس نابليون بونابرت فشل في اخماد مقاومه اهالي الصعيد. قال لك ليه؟ بص بقى، اهل الصعيد كانوا بيتبعوا حاجه اسمها حرب المناوشات. قوات الحمله الفرنسيه رايحه تهدي اهالي الصعيد ورايحه تقضي على المقاومه. اهالي الصعيد يضربوا الحمله الفرنسيه ويطلعوا يجروا، فانا اطلع اجري وراه، ما الاقي حد تاني جاي يضربني ويطلع يجري، فانا اطلع اجري وراه، الاقي حد تالت جاي يضربني ويطلع يجري ويستخبى. فقوات الحمله الفرنسيه اللي حصل لها، بيقول لك ان قوات الحمله الفرنسيه انهكت. اللي حصل لها تعبت. طب ليه؟ قال لك بسبب طول الوادي. هم مش متعودين، يعني هم ايه، فرافير، متعودين ان انا بحارب فرنسا يعني او الدول الكبيره متعوده مثلا ان انا اهو والعدو اهو واحنا عمالين نضرب في بعض والقوي هو اللي ينتصر. مش متعود ان انا ايه اجري وراك فانت تضربني وتطلع تجري، تضربني وتطلع تجري، تضربني وتطلع تجري. لا انا مش متعود على كده، انا متعود ان انا اهو وانت اهو والقوي هو اللي يهزم التاني. مش متعودين على حرب اسمها حرب الايه؟ المناوشات. يبقى فشلت فرنسا في اخضاع اهل الصعيد بسبب اتباعهم حرب المناوشات التي انهكت مين؟ تقول لي انهكت القوات الفرنسيه بسبب طول او نظرا لطول الوادي. طيب بيقول لك لما قوات الصعيد او مقاومه الصعيد قدرت انها تنتصر على نابليون تعاظم ونمى الشعور الوطني في اذهان المصريين. طب ليه؟ ومش فاهم اصلا. قال لك احنا خلاص شايفين ان اهالي الصعيد قدروا ان هم يحققوا انتصار ولو بسيط على الحمله الفرنسيه، فاحنا كده حاسين ان احنا ممكن نطلع الحمله الفرنسيه بره ايه؟ مصر. حاسين ان الشعب نفسه هو اللي ممكن يطلع الحمله الفرنسيه، لا المماليك ولا الدوله العثمانيه. تمام؟ تمام. زي ما حصل من يومين كان في ناس اخواتنا حبايبنا راحوا عملوا شويه مقاومات او عملوا مقاومه في الدوله بتاعتهم اصلا، يعني هم بيدافعوا عن دولتهم اصلا، يعني اصلا. فاحنا حسينا ان احنا ممكن نطلع الناس اللي محتليهم، خلاص احنا ممكن نحررهم. تعظم الشعور الوطني. نفس اللي حصل قبل كده في مقاومه اهل الصعيد. احنا بلدنا بتاعتنا مصر دي حد يحتلنا اسمه الحمله الفرنسيه، ملوش حق انه يحتلنا، ملوش حق انه يفرض عليا كلمه، ملوش حق انه يمشيني زي ما هو عايز، ملوش حق انه يحتل اجزاء من الدوله بتاعتي، ملوش حق تماما انه يعمل كده، ملوش حق انه يقتل الاطفال، ملوش حق انه يعدم الكبار ويقتل العواجيز ويقتل النساء الحوامل ويفجر المستشفيات، ملوش حق انه يعمل كل ده. عشان كده انا حاولت اطلعه بره البلد. ولما انا حاولت اطلعه بره البلد الناس جت تقول لي انت بتعمل ايه؟ انت مش كويس، انت قر. وانا مش قر، انا بحاول ادافع عن بلدي اللي هم جم احتلوها بدون وجه حق. اتمنى تكون الرساله وصلت يعني. المهم احنا حاولنا نحرر بلدنا اللي جت حمله ملهاش اي 60 لازمه زي صاحبها جه يحتلنا. فاحنا حاولنا نحرر بلدنا بتاعتنا، احنا ملكنا، احنا ارضنا منهم هم. بس ما الغريب ان محدش جه واقف جنبي، الغريب ان كله واقف يبص عليا، الغريب ان في ناس بعتت لي اكل، انا عايز حاجه تسندني، بعت لي اكل. انا تمام، انا من غير الاكل ده على فكره هموت من جوع فعلا، يعني انا من غير الاكل انا هموت، انا كده ميت وكده ميت، انا هموت يا اما برصاصه يا اما هموت من الجوع. انت بتبعت لي اكل عشان ما اموتش غير برصاصه. هل انت تقدر تساعدني؟ انت تقدر، بس في معوقات ماسكاك. مش عايزين نتكلم، طبعا انتوا فاهمين انا بتكلم فيه اصلا، بس مش عايزين نخوض في الموضوع قوي يعني. خلينا نكمل اللي احنا كنا فيه. طيب احنا كده حسينا ان احنا ممكن نطلع الحمله الفرنسيه بره مصر ويتعاظم الشعور الوطني لدى الشعب مين؟ المصري. هناخد بعد كده حاجه اسمها ثوره القاهره الاولى، زي ما حصل المقاومه في الصعيد، بتوع اهالي القاهره عملوا ثوره على الحمله الفرنسيه عشان نحاول نطلعهم بره مصر. ثوره القاهره اتكررت مرتين، هنسميها ثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه. احنا هنبدا اكيد بالايه؟ بالاولى. بص بقى يا سيدي، احنا هناخد ثوره القاهره الاولى. لما اللي حصل في اهالي الصعيد او بتاعه مقاومه اهالي الصعيد جعل اهالي القاهره يحسوا ان هم يقدروا يطلعوا الحمله، فاهالي القاهره غضبوا غضبا شديدا
وحاولوا ان هم يطلعوا الحمله بره مصر. ثوره القاهره الاولى كانت في شهر اكتوبر 1798. اول حاجه احنا هناخد اسباب الثوره. اول ما نتكلم عن ثوره، اول حاجه لازم اعرف اسباب الثوره. تاني حاجه لازم نعرف اهداف الثوره دي اصلا اتعملت ليه. اخر حاجه هنعرفها نتائج الثوره، يعني ايه اللي حصل بعد ايه الثوره. وطبعا لازم في النص نعرف حاجه اسمها احداث الثوره، يعني الثوره دي ايه اللي حصل فيها. نبدا باسباب الثوره. يقول لك ان ثوره القاهره الاولى من اسبابها فرض نابليون الضرائب الفادحه. ليه يا عم نابليون عمال تفرض لي الضرائب الفادحه؟ قال لك بسبب ان انا الامدادات بتاعه فرنسا ما بقتش توصل لي، فانا محتاج اشتري سلاح، محتاج اشتري اكل، محتاج اشتري شرب. هجيب الفلوس دي منين؟ لازم افرض ضرائب فادحه على اهالي القاهره. عشان كده عملوا ضد ايه؟ ثوره. رقم 2 بيقول لك قيام جنود الحمله بيه. جنود الحمله عملوا شويه حاجات وحشه. ايه هي؟ رقم 1 تفتيش البيوت بحثا عن الاموال. عمالين يفتشوا البيوت بحثا عن ايه؟ الاموال. ده رقم 1. رقم 2 هدم ابواب الحارات. عمالين يهدموا ابواب الحارات. طب قال لك ليه؟ بحجه ان هم بيبحثوا عن عناصر ايه؟ المقاومه. نفس اللي بيحصل اليومين دول، انا عمال اهدم لك ابواب الحارات، عمال اكسر لك في المستشفيات، عمال اقتل لك الاطفال عشان عناصر المقاومه او عناصر الثوره اللي هي اصلا مش موجوده في المكان ده تطلع. واخد بالك؟ رقم 2. رقم 3 قال لك ان جنود الحمله هدموا الكثير من المباني والمساجد. طب ليه هدموا الكثير من المباني والمساجد؟ قال لك بحجه تحصين القاهره. احنا عايزين نحمي القاهره، فاحنا هنهدم كل المباني والمساجد اللي موجوده عند حدود القاهره عشان نبدا نحصن مدينه ايه؟ القاهره. تمام؟ ده اللي عمله جنود الحمله، وده اللي كان سبب في ثوره القاهره الاولى. احنا دلوقتي هناخد احداث ثوره القاهره الاولى. بيقول لك ان الثوره اشتدت او ثار الاهالي ضد الحمله الفرنسيه، وامتدت الثوره للاقاليم، وقتلنا حاكم القاهره الفرنسي كان اسمه دي بوي. بعد ما نابليون شاف الوضع وشايفين ان احنا عمالين نثور والثوره عماله تروح لمنطقه وتروح لمنطقه ثانيه وعماله تمتد للاقاليم وحاكم القاهره الفرنسي اتقتل، لا قال لك لا، انا لازم اخمد الثوره دي بالعنف، لازم اخمد الثوره دي بسياسه اسمها سياسه القمع والارهاب. وفعلا اتبع نابليون بونابرت سياسه القمع والارهاب وقدر انه يخمد ثوره القاهره الاولى. قال لك اي حد هيشارك في الثوره دي انا مش هقتله هو، انا هقتله هو وابوه وامه واطفاله وزوجته وعيلته ومدينته، وهدد بحرق القرى والمدن عشان بس يخمد ثوره صغيره عملها الشعب عشان يدافع عن حقوقه. عشان انت بتدافع عن حقوقك انا عايز اقتلك، مش انت بس، انت واولادك اللي مالهمش ذنب، وزوجتك اللي مالهاش ذنب، وابوك وامك وعمك وعمتك وخالتك، وههدم كل الناس اللي في القريه هقتلهم، والناس اللي في المدينه، عشان انت بس بتدافع عن حقك، عشان انت بس شايف ان انت مظلوم. لا انت مش مظلوم، انا مش ظالمك، انا بس ايه عايز انا عارف مصلحتك احسن منك. دي كانت احداث ثوره القاهره الاولى. من نتائج ثوره القاهره الاولى ان نابليون بونابرت قام بثلاث حاجات. رقم 1 فرض غرامات ماليه كبيره. طيب نابليون يا مستر هيفرض غرامات على مين؟ هل هيفرض غرامات على الشعب العادي؟ لا، الغرامات الماليه الكبيره اكيد مش هتكون على الناس العاديين، هم مش معاهم فلوس يدفعوا. هو فرض غرامات ماليه كبيره على العلماء وكبار التجار، الناس اللي معاها ايه؟ فلوس. ده رقم 1. رقم 2 شرع او بدا في تحصين مدينه القاهره. رقم 3 ان نابليون بونابرت اعدم الكثير من الاهالي، يعني جاب ناس كتيرة جدا شاركت في الثورة وبدأ يعدمها عشان يكونوا عبرة وعظة لكل من هيحمي أرضه، أو أي حد هيحاول يطلعني أنا عشان يبقى يعيش بحرية أنا هعدمه. يبقى هو أعدم الأهالي والثوار. رقم 1 فرض غرامات مالية كبيرة، طبعا عشان هو مش معاه فلوس، قلت لكم إن امتداد فرنسا اتقطعت له، هو مش معاه فلوس يشتري أكل ولا أسلحة. فرض غرامات مالية كبيرة على كبار التجار والعلماء، مش على الناس العادية، مش على الطبقة الدنيا يعني، مش على عامة الشعب، لا فرضها على الطبقة الوسطى عشان لو جه سألك. آخر حاجة شرع في تحصين مدينة القاهرة عشان يقدر يحمي نفسه من أي اعتداء داخلي، مش هقول لك خارجي، داخلي، عشان هي بلدي أنا. هنوقف لحد هنا. دي كانت الحملة الفرنسية على مصر. الحصة الجاية إن شاء الله هناخد الحملة الفرنسية على الشام. دي مصر، هناخد الحصة الجاية الحملة الفرنسية على الشام، وهنكمل
اللي حصل بعد الحمله الفرنسيه على الشام. هنكمل بقى لما رجعت لمصر ايه اللي حصل، وهناخد نهايه الحمله الفرنسيه ونتائج الحمله الفرنسيه. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا رساله معينه انا عايز اوصلها. ولو انت شايف الفيديو ده مثلا كمان سنه او سنتين ما تستغربش من الطريقه اللي كنت بتكلم بيها. انا كنت بتكلم بالطريقه دي عشان اوصل حاجه معينه حصلت قبل كده. ده لو انت بتشوف الفيديو كمان سنه او سنتين، يعني الحاجه دي حصلت قبل كده وانت اكيد عارفها. وبكده نكون خلصنا حصه النهارده. بشكركم كلكم، بشكر الناس اللي الفتره الاخيره بتدخل تكلمني، ودي اول مره تحصل. يعني في الحلقتين اللي انا نزلتهم او الحصتين اللي فاتوا ناس دخلت كلمتني وشكرتني وشكرت شرحي، والله ده شرف كبير جدا ليا. والناس اللي بتسال انا بدي اونلاين ولا لا، يعني في منصه وكده، لا انا مش بدي في منصه لسه. أنا الموضوع ده لسه ما خططتلوش ولسه ما دخلتش فيه. مش بدي في سناتر مشهوره، انا بس بدي في سنتر او في مكان انا عامله لنفسي، بدي فيه مؤقتا لحد ما اخلص بس كام حاجه وابدا يعني اطلع سنه سنه. يعني واحد يجي يقول لي والله انت مش شايف ان الفيديوهات اللي عندك مش كتير؟ بس مش كتير، بس والله انا مبسوط جدا ان في ناس بدات تخش تكلمني فعلا. لو انت قريب مني، انا اعتبر انا في البحيره، في مدينه اسمها كوم حماده، انا جنب كوم حماده يعني في السنتر بتاعي. لو انت اصلا صدفه كده عايز تيجي، يعني انا موجود، يعني انا زي اخوك الكبير يعني. لحد كده نكون خلصنا. ذاكر كويس الحته دي ان شاء الله باذن الله. النص الثاني من الدرس هينزل قريب. وبعد كده هنبدا بقى ننزل الدروس اللي جايه على حصه واحده، مش هنزلها على حصتين لان الدروس دي طويله شويه، فبنحاول ننزلها نقسمها عشان ما تتوهش مني. بعد كده ان شاء الله هنزل لك الدرس على مره واحده، مش هنحتاج ان احنا نقسمه على مرتين. الى هنا نكون وصلنا لنهايه الحصه. اتمنى ان انتوا تعيشوا في سلام وامن وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.